المدقوقة العراقية من الحلويات التراثية الصحية اللي تشتهر بها محافظات العراق، وتتحضر عادة من التمر الزهدي والسمسم المحمص والراشي والهيل. وقديما كانت هاي المواد يدقوها بالهاون، أما اليوم راح نحضرها بطريقة أسهل مع الحفاظ على نفس الطعم اللذيذ. فخلونا نصلي على محمد وآل محمد ونبدي هالوصفة خطوة بخطوة. عندي هنا كوب من السمسم راح أحمصه على حرارة هادئة إلى أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي، ومن يصير عندنا هذا اللون نطفي الحرارة. عندي هنا 2 كيلو من التمر الزهدي راح أزيل النوى من عنده. وهسه خلصت الكمية، وراح أخلي هذا التمر المنزوع النوى بوعاء أكبر حتى يسهل العمل. وهسه راح نضيف السمسم المحمص وملعقة كوب من الهيل المطحون وكوب من الراشي اللي هو الطحينة، ونمزج المكونات. قديما كانت هاي المكونات يدقوها بالهاون، لكن هسه صارت أسهل باستخدام ماكينة اللحم. بعض الناس يقولون ممكن تنكسر سكينة ماكينة اللحم بسبب التمر، لكن بصراحة هذا الشي ما صار عندي. مثل ما تشوفون أمامكم بالفيديو أثناء العمل، التمر ينفرم بسهولة ويطلع بشكل مرتب وطري. وهسه بعد ما ثرمت الخليط مرة واحدة، رجعت عدت الثرم مرة ثانية حتى يتجانس أكثر ويصير القوام أنعم. وبعدها راح نشكل المدقوقة على شكل كرات. وهيج صارت المدقوقة العراقية جاهزة ويانا، بطعمها التراثي وقوامها الطري. وصفة بسيطة لكن مليانة نكهة وذكريات حلوة من المطبخ العراقي. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، وألف صحة وعافية.